تعالوا قربوا. هحضر معاكم النهارده البانيه والستريبس الكداب. عايزه اقول لكم ان انا بعملهم من غير لحوم خالص، واولادي بيحبوهم جدا جدا ومغذيين فعلا ليكي ولاولادك. الاكله دي نباتي 100% وفي نفس الوقت مغذيه جدا. تعالوا نعمل مع بعض البانيه والستريبس بطريقه سهله جدا وبتركات حلوه قوي، وهتطلعوا معاكم كريسبي مقرمش من غير ما يشرب زيت تماما. وطبعا قبل ما ابدا ما تنسوش لايك شير وكومنت، ويلا بينا نشوف الوصفه. اولا البانيه بتاعي بعمله من حلقات البتنجان الرومي، وممكن كمان اعمله من حلقات البطاطس. اما الستريبس بعمله من حلقات الكوسه او شرايح الكوسه. احلى خضار مغذي ومفيد ليكي ولاولادك، وخصوصا لما بنكون صايمين. تعالوا بقى نحضر معانا التتبيله بتاعه البانيه والستريبس. اول حاجه عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه سكر صغيره، معلقه كبيره مليانه من النشا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الملح. كمان بحط توابل حسب الرغبه، بحط بابريكا، بحط كركم، بحط كزبره، كمون، فلفل اسود. كمان اي نوع من التوابل حابه تحطيه، ممكن نحط زعتر، بودره ثوم، بودره بصل، اللي انت عايزاه. المهم عملنا الخليط كده البودر، هنزل عليه بكوبايه ونص من الميه. ممكن تحطي الميه بالتدريج لحد ما توصلي للقوام المظبوط، اللي هو القوام اللي شبه عجينه الكريب بالظبط. تمام. فانتي كل نوع دي ممكن ياخد ايه كميه ميه اكتر او اقل. بس وكمان حطيت معلقه صغيره من هريسه الشطه، ودي اختياري حسب الرغبه، بس بتخلي الطعم يبقى سبايسي كده على خفيف وطعمه حلو قوي. خلي بالكوا تقطيعه الخضار بتاعتي، هو الخضار كله ني بس متقطع شرايح متوسطه السمك، مش رفيعه ولا تخينه قوي. خلاص، حابين تتخلصوا من قشر البتنجان قشروه، حابين تخلوا القشر تمام، دي حسب الرغبه. بنزل البتنجان يتبل في الخليط ده، وارجع بعد كده اضيفه للبقسماط. والبقسماط هنا مش بحط له اي توابل تاني، كفايه لان انا حاطه الدقيق متبل كويس قوي. فبنزل من خليط الدقيق اللي عندي اللي فيه كل التوابل، وبرجع ارفعه على بقسماط عادي، بقسماط مطحون اللي احنا بنستخدمه في البانيه، بانيه الدجاج. تمام كده. برضو بعمل الكوسه بنفس الطريقه، بنزلها في التتبيله دي وبرجع اطلعها على البقسماط، ولازم اسيبه يرتاح في التلاجة نص ساعة، وبضغط عليه عشان يتماسك كويس، وبرصه في التلاجة، بسيبه لمدة نص ساعة. لما نيجي نقليه لازم نقليه في زيت غزير سخن، يعني بسخن الزيت كويس قوي، وبعد كده برجع اقلي فيه البتنجان لوحده والكوسة لوحدها. كمان لو عاملة بطاطس برضو اقليها لوحدها، ما تخليش الخضار كله، لان تسويته ما بتكونش واحدة. بس تعالوا بقى شوفوا القرمشة والصوت، كريسبي جدا، ما بيشربش زيت. كمان بتحافظي على ان الزيت بتاعك بيفضل موجود زي ما هو وما بيغيرش لون. فبجد بجد طعمه خطير. تقدري تعمليه سندوتشات وتعملي جنبه سلطة طحينة، فبيكون الاكل فظيع. ويا سلام بقى لو جنبه جرجير، بيكون الاكل خطير. ما تنسوش تجربوا الوصفة. وعايزة اقول لكم لو خايفين الخضار ما يستويش، لا حرفيا الخضار من جوه بيكون مستوي كويس قوي، من غير سلق ومن غير حاجة، وفي نفس الوقت واخد من بره طبقة كراست مقرمشة، بس بيبقى طعمه حلو قوي. عايزة اقولك هتعتمدي على الطريقة دي ومش هتقلي بتنجان من غير الكريسبي ده.